هل باكو تستحق الزيارة؟ عشان نجاوب على السؤال ده تابعوا معي الفيديو لحد النهاية. انطلقت برحلة من مطار أبو ظبي إلى العاصمة باكو، وكانت أرخص حاجة لقيتها عن طريق طيران ويز كانت تقريبا أقل من $100. أول ما توصلوا المطار خلوا بالكم من بتاعين التاكسيات اللي واقفين برا، وما تركبوا معهم أبدا، واستخدموا تطبيق بولت، أرخص بكتير وأحسن لكم وأضمن. كمان تقدروا تاخدوا كارد للباص وتستخدموا المواصلات العامة، أرخص من التطبيق، لكن أنا فضلت التطبيق لأنه الفرق بيناتهم ما كان كبير. خلصنا من المطار ماشي على الفندق. الأجواء حتى الآن جميلة جدا والبلد لطيفة جدا، مليانة بالمباني حلوة، شوارع نظيفة، كل شيء تمام. وصلت للهوستل وكان تعاملهم جدا ممتاز. الهوستل كان لطيف جدا، كمان في مطبخ تقدر تطبخ فيه أي حاجة أنت عايزها، ومغسلة وكل الحاجات دي. الموقع بتاع الهوستل كان جدا مميز، حخلي لكم اسمه في الديسكريبشن عشان لو في أي شخص ماشي. سعر الليلة كان حوالي 12.5 مانات. الشوارع جميلة ومشجرة بطريقة حضارية جدا، الناس كمان راغين جدا والتعامل حقهم حضاري. نزلت أتمشى شوية ولقيت محل بيعمل معجنات، أخدت من عنده 2. نجرب أول واحدة. ظريفة لكن فاضية، ما في أي حاجة، ما محشي أي شيء، مع إنه شكلها بقول إنها جواشي، لكن ما في أي حاجة. المهم ظريفة نوعا ما يعني. ودي الثانية طبعا عبارة عن لحمة مفرومة، ظريفة يعني، هي زي الزلابية وجواها لحمة مفرومة، طعمها بالظبط زيها وزي الزلابية. تعالوا مع بعض نعمل جولة في شوارع باكو العاصمة الأذربيجانية. الجميل في الشوارع هنا تحس فيها تراث معماري قديم كلاسيك، في نفس الوقت بتحس بمودرن. أعتقد إنه بسبب إنه فلوس النفط ولاقوا نفط وكده، فبيحاولوا يعملوا دائما تغييرات عندهم في البلد وأشياء زي كده. انطلقت أشوف واحد من أهم المعالم في المدينة. متحف ومركز حيدر عليف. من تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد. أنا الليلة قدام واحد من أجمل التحف المعمارية، المبنى من تصميم الراحلة زها حديد. المبنى عبارة عن متحف اسمه حيدر عليف. زي ما انتم شايفين، حوريكم لقطات للمحل. زي ما انتم شايفين المكان مميز جدا، مبنى مميز في العاصمة المميزة جدا باكو. بيواكب الثيم المودرن اللي ماشي عليه العاصمة وكده. كان نفسي ادخل جوا واوريكم من جوا، ولكن للاسف لقيت المحل قفل، هو قفل الساعة 7. صدق او لا تصدق، حاليا الساعة هنا الساعة 8:15 ولسه زي ما انتم شايفين يعني الشمس لسه ما غابت كليا. وانا في الطريق للهوستل كان الليل دخل، والشوارع شكلها لطيف في الليل. صادفت محل شاورما واخدت من عنده ساندويتش. بحكم اني انا هنا ما بعرف اسامي الاكلات وكده، لكن لقيت محل بيعمل شاورما فقلت بس خلاص ده هو الحل الوحيد ما في غيره. فهسي وقفت اجربه، انسان لطيف جدا والمحل لطيف. طبعا سعر الشاورما 2.5 منات، ما اعرف دي كم تعمل. خلينا نجرب. شكل الخبز ظريف، يعني الصراحة ما أحسن حاجة لكن كويسة يعني. أول انطباع عن المدينة إنها كانت نظيفة جدا ومنظمة. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتعملوا لايك وكومنت، وأشوفكم في الفيديو الجاي.